السلام عليكم. مبدئيا كده انا زعلان جدا ان الاهلي كسب سيراميكا 5-2 بس. زعلان فعلا، ده بجد مش بهزار، لان الاهلي كان قادر يخلص الماتش ده 10 11 12 مستريح. مبدئيا كده مبروك للاهلي وجمهوره، وهارد لك لسيراميكا، بدايه مرعبه للمارد الاحمر في الدفاع عن لقبه المفضل الدوري العام بنظامه الجديد. بعد ما طبعا ما هيبقى الدور الثاني 9 فرق او 9 فرق، 9 هينافسوا على 4 مراكز عشان يوصلوا للمراكز الافريقيه والمسابقات الافريقيه، والتسعه التانيين اللي هيشوف مين اللي هيهبط فيهم. نظام جديد مخلي كل الفرق بتاكل في بعض، كل الفرق حرفيا بتاكل في بعض. الدوري المصري مولع، الدوري المصري فيه كميه كوره كبيره جدا. لكن خلينا نتكلم النهارده على ماتش الاهلي. ماتش الاهلي اللي قابل السيراميكا في اقل من اسبوعين، وحرفيا كده حرام ان سيراميكا تلعب الاهلي في خلال اسبوعين مرتين ورا بعض، لان ده بينهك اللعيبه. الاهلي من الانديه اللي بتضغط بكل خطوطها، خصوصا النسخه اللي بيقدمها كولر الموسم ده، نسخه مرعبه فعلا. الاهلي النهارده قدر ان هو يكسب سيراميكا 5-2، تحس ان النتيجه كبيره جدا. لكن انت لو جيت مثلا بصيت على الشوط الاول، فهتلاقي ان سيراميكا ماسكه كوره والدنيا بتلعب، وايمن الرمادي وتكتك وحركات وجمل محفوظه، والاهلي جاب جون في اول 3 دقائق او اول 4 دقائق. حسين الشحات صاروخيه ما يقدرش يعمل لها حاجه، بسام بيتعادل بعد كده ضربه جزاء اللي جابها قدر يجيبها زلاكا على فكره لعيب مميز جدا، عشان يبقى نتيجه 1-1، عشان قبل ما الشوط يخلص تقريبا ب 13 ثانيه ولا حاجه، في اخر 13 ثانيه في الوقت بدل الضايع بتيجي ضربه حره بيلعبها وسام، ولو كان لعبها وسام في مكانها اللي هو حاططها برده بسام مش هيعرف يعمل لها حاجه. غيرت مكانها، خبطت في الحيطه وراحت في الزاويه الثانيه جون. يخلص الشوط الاول 2-1، والناس كلها متوقعه ان سيراميكا هتنزل تعمل شوط دمار. قد كان، يعني الاهلي نزل عمل شوط ملوش حل. كولر مسك العيال دي، مش اداهم دش سخن، يعني ده اداهم منشطات. انزل يلا انت، هو انت لو ما جبتش 3 اجوان تانيين مثلا مش هتاخدوا مصروف، يعني مثلا. لقيت الاهلي نازله فايقه مركزه بتضغط ضغط عالي، وخصوصا وسام والشحات وطاهر مركزين جدا. يمكن النهارده امام عاشور من افضل المباريات اللي هو اداها مع الاهلي، لكن تحس ان هو مش ظاهر. امام عاشور كان هو ظابط الايقاع، كان هو التيمبو، وبان ده كويس قوي لما نزل قفشه وابتدى قفشه يلعب 10 وامام يلعب 8. نسخه جباره. الاهلي فعلا عامل سكواد هايل. اتوقع ان احنا ممكن نوصل للنهائي في كاس الانتركونتيننتال ونلعب ريال مدريد، ومش بعيد على الاهلي خالص ان هو يكسب اي حد. عموما خلينا نتكلم بس في كام نقطه كده. يعني حسين الشحات صاروخيه في اول 4 دقائق، بسام يا عيني احبط بمعنى احبط. 1-1 بعد كده الشوط بيخلص 2-1 بالضربه الحره. ننزل بقى الشوط الثاني، ايه الكلام يا اخوانا؟ في ايه اللي حصل؟ هوب في اول 13 ثانيه وسام من عرضيه مظبوطه جدا من طاهر اللي بيقدم نسخه من احسن النسخ اللي قدر يقدمها طاهر مع الاهلي. طاهر بقت رجله مظبوطه جدا، طاهر ما بقاش بيأنن، ما بقاش بيعمل الحركات اللي كان بيعملها وعايز يجري ويبين ان انا سريع. طاهر بقى بيبص على الكره اللي هيلعبها. طاهر بقى مرعب وقدر يكسب ثقه كولر. طاهر بيلعبها بالمقاس على دماغ وسام اللي حطها تيبيكال زي ما حطها في الزمالك، هي عكس اتجاه حركه الجون، مستحيل حد يعرف يجيبها. جابت شلل لبسام. هوب عشان حسين الشحات يقوم واخد واحده عاملها ارتو كده، حته كده من تحت ايد بسام. شكرا. الهدف الرابع. طبعا سيراميكا خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لها، ما بقتش قادره تعمل حاجه، عشان من هنا لهنا 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 ربنا يكافئ طاهر ويخلي وسام يعمل له ثرو عالمي. ده ثرو شوارع، ده ثرو مش اي حد يعرف يعمله، عشان طاهر يسجل الهدف الخامس. في 5 اهداف، لو انت بصيت كويس في ال5 اهداف او انت راجعت او بصيت ملخص، هتلاقي ان امام مشارك في ال5 اهداف، مش مشارك فيهم كاسيست. هتلاقي دايما الكي باص عند امام فعلا ابتدى يركز في الكوره اكتر من اي حاجه بره. مبروك للاهلي وجمهوره، بدايه مرعبه للمارد الاحمر عشان يحاول يحافظ على الدرع المفضل ليه، درع الدوري العام. شوفوا وشكم على خير. كان اسبوع شيق جدا وفي كميه كوره. انا اتفرجت النهارده مثلا على ماتش غزل المحله والاسماعيلي، ماتش تقطيع وخلص 0-0.
ففي كوره انا شايفها مختلفه، كل الانديه بتحاول ان هي ما تنزلش عن 9 مراكز، على الاقل اضمن ان انا ابقى موجود في الدوري. كل الفرق عايزه توصل، كل الفرق عندها فرص. فانا اتمنى ان يكون دوري مختلف محترم، بعيدا عن اي نقاط تحكيميه. انا مش هتكلم عن اي نقاط تحكيميه. انا شايف ان الدوري ده هيبقى مختلف عن اي دوري تاني. شوفوا وشكم على خير. سلام.